النهارده بقى هنعمل صينيه فراخ كده في الفرن. طبعا زي ما انتم شايفين كده تتبيله البصله بتاعتي هي. هدي بقى ايه الاول كده الفراخ تشويحه قبل ما انزل بقى بالصلصه او الطماطم وايه، اللهم صل على سيدنا محمد، والبطاطس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل الخلق وعلى اله وصحبه وسلم. طبعا بقى لو انت لسه جديده معايا في القناه يا ريت فضلا ونسى امرا تنزلي كده تعملي اشتراك اللي بالاحمر تحت الفيديو وتفعلي زر الجرس وتختاري الكل عشان كل فيديو توصل لكم ونبقى على كبيره كده مع بعض. ربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمه في حياتي يا رب. بحب اشكر كده كل اخواتي وحبايبي من داخل مصر وبره مصر على وجودهم معايا في القناه. بسم الله. طبعا زي ما انتم شايفين كده اهو هسيبها كده تاخد تشويحه ايه على الجنبين الاول كده اهو. لازم قبل ما احط البطاطس والطماطم لازم اديها ايه ترويحه كده على الجهتين. وانتم شايفين بقى هي كده خدت تشويحه على الجنب ده كده، هتلاقي بقى ايه زي صدمه كده. شايفين ما شاء الله الريحه بقى مفحفحه وايه وما اقولكمش بقى. طبعا بقى لازم قبل ما بعمل الفراخ دي لازم اتبلها بقى بالتتبيله اللي انتم شايفينها ديت اللي هي الصفرا الحلوه ديت. ايه بقى، جبت كده راس توم، اللهم صل على سيدنا محمد. بعد كده مسكت بقى حطيت عليها كمون وكزبره وفلفل اسمر وبهارات فراخ، واخدين بالكم، وشويه بهارات لحمه كده برضو بيدوني تست حلو كده، واخدين بالكم زي ما انتم شايفين اهوت. اللهم صل على سيدنا محمد. بعد كده بحط عليها بقى حطيت بقى الفلفل الاسمر والكزبره والبهارات الفراخ، اللهم صل على سيدنا محمد. بقوم عامله ايه بقى، واخدين بالكم، ماسكه دقه ده كله كده ومتبله بقى الفراخ بتاعتي، وجايبه بقى بهارات فراخ كده من عند العطار، بتبقى برضو ريحتها حلوه كده ومميزه ما شاء الله. زي ما شايفين اهو نزل ايه بقى تحت كده اهي. الريحه بقى ما اقولكمش مفحفحه ما شاء الله، تحفه بجد والله. شايفين اللون الاصفر الحلو ده بقى كده بيدي بقى طعم كده للفراخ، بيدي لها صدمه كده بقى وبتبقى ايه ما شاء الله تحفه. لازم اديلها صدمه كده على الجنبين، واخدين بالكم كده اهو. ايه رايكم بقى؟ طبعا مفيش بقى احلى من كده. واحط لها بقى حبيتين ولا لورا كده، بس ايه ورق لورا يكون كبير علشان يبان في الاكل كده اما تيجي تشيليه، واخدين بالكم اهوت. بنقي ايه الحبايه الكبيره علشان لما اجي اشيله من الاكل يبقى باين كده، واخدين بالكم. كل بقى كده ينزل يحط اللايك اللي لسه ما حطش اللايك ولسه ما اشتركش في القناه ينزل كده ويعمل لي اشتراك اللي بالاحمر تحت الفيديو ويفعل زر الجرس ويختار الكل عشان كل فيديو توصل لكم ونبقى عيله كبيره كده مع بعض. ربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمه في حياتي يا رب. ويقولوا لي بقى ايه رايكم. انا حبه البطاطس اللي عاملاهم هيطلعوا مظبوطين اهوت على قد الصينيه.
كده اهوت حطيت بقى البطاطس زي ما انتم شايفين، وحطيت بقيت بقى الطماطم بتاعتي، انا ضربتها على مرتين، واحط القعد بتاعها كده واسيبها تغلي غلوتين على البوتاجاز، وبعد كده ادخلها الفرن علشان تطلع معايا وشها احمر كده وتكون شاربة من الصوص وشكلها حلو كده وجميل. ودي كده يبقى صينية البطاطس بتاعتنا بقى كده جنب شوية رز ابيض. وطبعا في ناس بتحب اللي هو الرز بشعرية، فاحنا بنعمل رز ابيض. طبعا بقى انتوا حرية الاختيار. وزي ما انتم شايفين كده شكلها بقى جميل وبدأت تغلي معايا اهيت. يا رب الفيديو النهارده كده يكون خفيف على قلبكم، ولسه ما حدش اللايك الجميل ينزل يحط لي لايك كده ويشجعني ودعوة حلوة كده من قلبكم. ربنا يخليكم ليا ويدومكم نعمة في حياتي يا رب. ده كده شكل الفراخ بتاعتي بعد ما طلع من الفرن. ما شاء الله اللهم بارك يا رب، حاجة كده تحفة. شايفين بقى اللون والجمال والحلاوة. يا سيدي يا سيدي، هو ده الشغل المظبوط، احلى من الشغل ظبط الشغل. هغرف بقى كده اهوت. بسم الله. كده اهوت. طبعا بقى زي ما انتم شايفين الشكل بقى المتحمر من فوق دوت، يعني دي بقى يبقى طعمه جميل جدا. احنا بنحب ايه احمر وشه كده، يكون لونه احمر كده الجلد كده وناشف بقى من الدهون، بحيث ان لو حد كله يبقى صح كده زي ما انتم شايفين. واغرف بقى البطاطس بتاعتي يا سيدي يا سيدي على الجمال، هو ده الشغل المظبوط، احلى من الشغل ظبط الشغل. يا رب الفيديو النهارده كده يكون خفيف على قلبكم. ولو انت لسه جديده معايا في القناه يا ريت فضلا بس امرا تنزلي كده تعملي اشتراك اللي بالاحمر تحت الفيديو، وتفعلي زر الجرس وتختاري الكل عشان كل فيديو توصل لكم، ونبقى عيله كبيره كده مع بعض. ربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمه في حياتي يا رب. متنسوش تحطوا لايك واستنوني في فيديو جديد احلى واحلى.